هل كنت تتخيل إن الليفة اللي موجودة في كل بيت مصري بتعتبر في اليابان وأوروبا منتج لايف ستايل فاخر، وبيتباع الكوز الواحد منها ب 15 إلى 20 يورو في الوقت اللي الناس بتدور فيه على محاصيل تقليدية؟ في مزارعين مصريين شغالين في صمت في منجم دهب اسمه اللوف. المحصول بيجمع بين الزراعة والهندسة والتصدير العالمي. لو عايز تعرف ازاي فدان واحد ممكن يفتح لك ابواب التصدير ويبدأ بكيلو بذور وينتهي ب10,000 كوز لوف، كمل معايا الفيديو للآخر. تبدأ زراعة اللوف أو الليف في منتصف شهر مارس وحتى إبريل، وقت ما الأرض بتدفي. اللوف محصول عاشق للشمس، وعشان تزرع فدان مش محتاج غير كيلو بذور من سلالة جيدة زي اللوف الطنطاوي الشهير. لكن اللوف مش مجرد بذر بترميه، ده محتاج هندسة. بنبني ليه تكعيبة خشبية بارتفاع حوالي 2 متر علشان الكوز يتدلى في الهواء فيطلع طويل ومستقيم ومش ملامس الأرض. وده اللي يفرق بين لوف درجة أولى للتصدير ولوف شعبي. محصول اللوف نفسه طويل لأنه بيقعد في الأرض حوالي 6 إلى 9 شهور، وبيبدأ أول إنتاج أو البشاير بعد حوالي 4 إلى 5 شهور من الزراعة. الميزة هنا إنك مش بتجمع المحصول مرة واحدة وتخلص، أنت بتجمع على عروات أو مراحل طول الصيف والخريف، يعني عندك دخل مستمر بيدخل لك طول الموسم. لو سألتني الفدان بيدي قد إيه، هقول لك إن الفدان المخدوم صح بينتج ما بين 7,000 إلى 10,000 كوز لوف. تخيل الرقم ده لو ضربته في سعر الكوز جملة أو تصدير، ده غير البذور اللي بتطلعها منه بعد التنظيف، ودي لوحدها بتتباع تقاوي أو تدخل في صناعات تانية. هنا بقى الجزء اللي الناس ما تعرفوش، اللوف مش بس للاستحمام، العالم بيتهافت عليه لأنه صديق البيئة، وبيدخل في فلاتر المصانع، في محطات التحلية ومصانع الزيوت كفلتر طبيعي ملوش أي آثار جانبية. وبيدخل كمان في تبطين الأحذية. كبرى شركات الأحذية الطبية بتستخدم شرايح اللوف في الفرش الداخلي علشان يمنع الرطوبة والروائح الكريهة. وبيستخدم في عوازل الصوت للديكور. دول زي ألمانيا بيستخدموا ألواح اللوف المضغوط كعازل صوت طبيعي في الاستوديوهات، وبيتعمل منه وحدات إضاءة وبيتباع بآلاف الدولارات. مصر هي رقم واحد عالميا في جودة اللوف اللي بيتصدر لألمانيا وفرنسا واليابان. وفي النهاية زراعة اللوف هي استثمار ذكي للي بيدور على التميز بعيدا عن الزحمة. اللوف محصول مقاوم وإنتاجه غزير وسوق عالمي. لو أنت مزارع أو مستثمر فكرت في يوم قبل كده تزرع أرضك لوف؟ لو عجبك الفيديو وحابب تعرف تكلفة بناء التكعيبة للفدان بالتفصيل، اكتب لي في التعليقات، واعمل متابعة وشارك الفيديو علشان غيرك من المزارعين أو المهتمين بالزراعة يشوفوا الفيديو.